نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. الحذر من النساء وفتنتهن. ثم إن أعداءنا يركزون اليوم على مسألة النساء وتبرجهن واختلاطهن بالرجال، حتى يصبح الناس كأنهم الحمير لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله، وتصبح النساء وكأنهن دمى، أي صور لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة، كيف يزينونها، كيف يجملونها، كيف يأتون لها بالمجملات والتحسينات وما يتعلق بالشعر وما يتعلق بالجلد، وتنتف الشعر، الساق، الذراع، الوجه، كل شيء، حتى يجعلوا أكبر هم النساء هو أن تكون المرأة كالصورة، كأنها صورة من بلاستيك، لا يهمها عبادة ولا يهمها أولاد.